في خطوة عملية على الصعيد الأمني الدولي، أوقفت السلطات البرازيلية شخصاً ينتمي إلى جبهة البوليساريو، كان مطلوباً بموجب مذكرة حمراء صادرة عن الإنتربول. وتشير المعطيات الأولية إلى أن الموقوف يرجح أنه مطلوب دولياً في جرائم مرتبطة بالإرهاب والاتجار بالمخدرات، وهو ما يجعل عملية توقيفه جزءاً من جهود التعاون القضائي بين البرازيل والمغرب، حيث باشرت السلطات البرازيلية مباشرة الإجراءات القانونية لترحيله إلى المغرب. وأكدت مصادر متطابقة أن هذا التوقيف يأتي ضمن استراتيجية متابعة المطلوبين على خلفيات جنائية دولية، وتفعيل مذكرات الإنتربول الحمراء التي تتيح تحديد مكان الأشخاص المطلوبين وإيقافهم، تمهيداً لترحيلهم أو تسليمهم للعدالة وفق القوانين المعمول بها. وتوضح العملية مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيراتها في الخارج، لا سيما البرازيلية، لضمان متابعة الأشخاص المتورطين في أنشطة إرهابية أو مرتبطة بالاتجار بالمخدرات عبر الحدود، وتطبيق الإجراءات القانونية بشكل سريع وفعال. وتعكس هذه الخطوة تعزيز المغرب لشبكات التعاون الأمني والقضائي مع شركائه الدوليين، بهدف ضبط المطلوبين وتسليمهم للعدالة وحماية الأمن العام وفق القوانين الدولية.